سميتي خديجة، ولكن والله حتى هاد السمية عمري حسيتها سميتي بصح، حيت الانسان كيحس براسو موجود ملي كيكون شي حد كيعيط ليه بالحب. انا عمري شي حد ما عيط ليا بحنان ديال بصح، غير جداتي الله يرحمها. انا تزاديت بالغلط، هذه هي الحقيقة اللي كنت كنسمعها بطرق مختلفة طول حياتي، مرة بنظرة، مرة بسكات، ومرة بكلام مباشر. بابا كان خدام في واحد المدينة بعيدة، وهو كان مزوج وعنده جوج الوليدات، وماما كانت داخلة معاه في علاقة محرمة، بغاو بعضياتهم ولا غير تسلاو ببعضياتهم ولا الله أعلم. ولكن النتيجة كنت أنا مني حملات بيا ماما، ناس كاملين داروا فيها، وهو حتى هو خاف على سميتو وخدمتو ومرتو. ومن نهار تزاديت حياتي بدات كلها رفض. ماما ولداتني ما بغاتنيش، حتى الرضاعة قالوا لي ما رضعتنيش. قالت لي جداتي باللي ما صبراتش كي ولداتك، عطاتك لباباك وقالت ليه دبر راسك بيها. ومراتو مني عرفات بالخيانة طلبات الطلاق وخدات ولادها ومشات، وبابا بقى تايه. وانا بالنسبة ليه غير غلطة كتمشي فوق الرجلين. كل ما جدي وجداتي يمكن كنت نموت. جداتي كانت مرا فقيرة ولكن قلبها كبير. نهار جابني بابا عندهم كانت شادة التسبيح ديالها وكتسبح، ومنين شافتني ملفوفة في توب قديم قالت على هاد الصغيرة شنو ذنبها، هاد الحيمة مسكينة شنو دارت. شداتني في حضنها وبكات، ومن داك النهار ولات هي أمي الحقيقية. كبرت بدوار صغير، طريق كلها تراب، والبرد في الشتا كيقطع العظم، والصيف عافية. والدار ديالنا كانت بسيطة بزاف، بيت صغير وصالون مفرش بالحايك، وكوزينة فيها كانون. لكن رغم الفقر كان كاين الحب. كنت كنفيق مع جداتي مع الفجر ونسمعها كتسبح وكتذكر الله بصوت خفيف، وكتشعل العافية في الكانون. كانت ديما كتخبي ليا طرف ديال الخبز محمر وكتعطيني شي بيضة الا كانت. اما جدي فكان كيبغيني بواحد الطريقة اللي غريبة. كانت هو مسكين كان قليل الهضرة، ولكن ديما يجيب لي معاه شي حاجة من السوق، مرة حلوة مرة قلم مرة مونيكا، مهم دايما فكرني. وكان كيقول لي انتي يا راه بنتي وما تسمعيش الهضرة ديال الناس. ولكن الدراري قاصحين. كنت كنخرج نلعب في الزنقة وكانوا كيبقاو يعيطوا ليا هذيك بنت الحرام. ما كنتش فاهمة المعنى، ولكن كنت كنحس بالإهانة. واحد المرة رجعت للدار عند جداتي وانا كنبكي، علاش كيقولوا لي هكا، علاش كيبقاو يعيطوا لي هذيك بنت الحرام. وهي مسكينة عنقاتني وبقات حتى هي كتبكي. ومن بعد قالت لي الناس الا ما لقاو فين يضروك كيضروك غير بالهضره، ولكن انا هذيك الهضره راه كانت كتقتلني شويه بشويه. ومني ولات عندي 7 سنين مرض جدي مسكين، كان كيكحب بزاف وما بقاش كيقدر يتمشى. ايوا كنت كنجيب ليه الماء وكنجلس حدا رجليه. واحد المره شد ليا في يديا وقال لي الا كبرتي كوني قويه. وما فهمتش علاش قالها. ومن بعد سيمانه مسكين مات. اول مره نحس بالخوف الحقيقي. دار عامره بالعزايه والناس كيبكيو، وانا غير كنشوف وجهه البارد وما فاهمه والو. ومن بعد جداتي تهرسات، ولات كتسكت بزاف وكتبقى تبكي في الليل بوحدها، وكانت كتخبي عليا دموعها.
ولكن كنت كنشوفهم، وحتى هي مرضات. ومن بعد عام حتى هي مسكينة ماتت. كان عندي ديك الساعات 8 سنين، وبقيت بحال شي ورقة طايحة في الريح في فصل الخريف. والناس بداو كيقولوا وديوها لشي خيرية، ولكن عماتي رفضوا. عمتي الكبيرة كانت مطلقة وعندها بنت، والثانية ما مزوجاش، ما كتبش لها الله، وكانوا تاهما فقراء، ولكن حنوا عليا، شدوني وربوني معاهم. ولكن الحياة تبدلات من بعد ما كان عندي حضن جداتي. وليت غير كنخدم، كنفيق قبل كل شيء، ونمشي للساقية ونجيب الماء ونغسل الماعن ونشطب ونعاون في العجين ديال الخبز. وفي نفس الوقت كنشوف الدراري ديال الدوار لابسين الطابليات وهازين شكيرهم وغادي للمدرسة، قلبي كيبقى كيتقطع. واحد المرة قلت لعمتي بغيت انا نقرا بحال الوليدات، هي تسكت واحد شوية ومن بعد قالت لي الله عالم شحال بغيت لك هاد الشي، ولكن ما عندناش. ديك الليلة بقيت كنبكي حتى نعست. ولكن بنت عمي الكبيرة كانت أستاذة، وكانت كتجي لعندنا في الويكاند وكتعلمني الحروف، وكنت كنكتب غير فوق الكرتون حيت ما عنديش تا كناش. وولد عمتي ياسين كان كيقرا في المدينة، ومني كان كيجي في العطل كان كيجي عندنا. كان واحد الولد اللي هادئ بزاف، عمرني سمعتو سب ولا ضحك عليا، بالعكس كان كيحترمني. واحد المرة لقاني كنحاول نكتب سميتي فوق التراب بالعصا، جلس حدايا وقال لي شوفي الخاء راه ماشي هكا، شد لي يدي وعلمني، وقال لي راكي ذكيه راكي كتعلمي بالزربه. والله حتى حسيت داك النهار بشي احساس غريب، اول مره شي حد يصبر عليا بهاد الطريقه. ايوا بقينا كنكبروا شويه بشويه، حتى ولات عندي 14 عام، ووليت كنبان مزيانه، وانا كنت فاخره وعاطيه للعين، كنبان اكثر من عمري. وهذا الشيء خلى بعض الناس بداو يهضروا. واحد المره كنت غاديه نجيب الماء، واحد الراجل كبير شد فيا الهضره، واش مازال ما خطبوكش؟ خفت ورجعت نجري للدار. ومن داك النهار عماتي ما بقاوش كيخليوني نخرج بوحدي. في دوارنا البنات يا اما تقرا يا اما تزوج، وانا لا قريت لا والو، وكنت كنحس براسي ناقصه. واحد المره سمعت شي مرا كتقول هاديك لا ام لا اب، شكون غياخدها؟ ودخلت للدار وبقيت كنشوف فراسي في المرايه، قلت واش بصح انا ما نسواش؟ ولكن ياسين كان ديما كيوقف معايا. مره جاب ليا واحد الكراسه جديده وستيلو، قال لي انتي ذكيه ما خاصكش توقفي. فرحت بالهديه كانها كنز. ومن بعد بدا كيبان عليه، بدا كيتبدل، ولا كيبقى يشوف فيا بزاف ويقلب عليا الى غبرت. حتى لواحد النهار كنا في السطح كنشرو الحوايج، قال لي يا خديجه انا بغيت نتزوج بيك. وانا ضحكت من الصدمه، قلت انا شكون يبغيني؟ قال لي انا، وبقى كيشوف فيا بعينيه عمرني ما شفت بحالهم. ديك الليله ما نعش، اول مره حسيت باللي يمكن حتى انا نستاهل الحب. ولكن المشاكل بدات. بعض العائله رفضوا الفكره، كيفاش يتزوج بنت ما عندها حتى اصل واضح؟ سمعت هاد الجمله، سمعتها وحسيت الارض غتبلعني. ولكن ياسين وقف قدامهم وقال الاصل هو التربيه، وخديجه تربات احسن تربيه من بزاف ديال البنات. ديك الساعه بكيت، حيت اول مره شي حد يدافع عليا قدام الناس.
ومن بعد خطبني. ولكن الفرحة كانت ناقصة حيت الوراق ديالي ما كانوش. انا انسانة بلا وجود قانوني. عمتي شدات الطريق ومشات عند بابا، لقاتو في دوار واحد اخر جديد عايش حياته عنده ولاد جداد. قالت ليه راه عندك بنت، سير دير ليها وراقها. وطلع ليه الدم وما عجبوش الحال. ولكن عمتي ناضت ليه وبقات كتغوت عليه، ما خلات ليش. قالت ليه ولدتو البنت ورميتوها، دابا على الاقل صايب لها غير وراقيها. البنت جا رزقها، ما تحرمهاش منه. ايوا رجع حشم ومشى عند ماما، ومن بعد ما رجع من عندها رجع وجهه صفر. عمتي قالت ليه شنو قالت لك؟ قال ليها لقيتها بنات حياتها وتزوجت رجل اخر وولدت ولادها ونكرات بنتها. قالت لي ما عندي بنت، ونكراتني حتى انا. قالت لي ما كنعرفكش شكون انت. انا سمعت هاد الجمله وبقيت واقفه بحال الحجر. ماما قالت عليا ميته وانا حيه. ديك الليله طلعت للسطح وبقيت كنشوف في السما وكنقول علاش يا ربي حتى الحيوان وكيعطفوا عليه والديه، وعلاش انا لا؟ ولكن وخا هادشي كامل عمتي ما خلاتنيش نطيح، وطلعت وهبطت هي وبابا. اكيد بابا راه كون كان الخاطرو ما كانش غيصايب ليا، ولكن كي قلت لكم عمتي هي اللي وقفت معايا وطلعت وهبطت تصايبوا ليا وريقاتي ودارت ليا عرس من جيبها. وبنتها ما قدرش دير ليها حتى نص داكشي اللي دارت ليا. مسكينه بقات كتجمع شويه بشويه، وكان عندها شي ذهب باعتو ودارت ليا عرس كبير وفرحت بيا. ونهار العرس لبست تقشيطه وبقيت كنشوف في البنات كيفاش كيغنيو ليا، وقلبي كان موجوع وفرحان في نفس الوقت. اما بابا جاب بحال شي غريب، حتى ملي سلم عليا حسيت سلامو ثقيل، وتفكرت كيفاش كان كيضربني في صغري الا مشيت لعندو. اي واحد المره كانت عندي 10 سنين ومشيت عنده في العيد باش نشوفه، ودخلت فرحانه وقلت بابا، وجاوبني بتصرفيقه وقال ما تعاوديش تجي لهنا. ديك التصرفيقه بقات في قلبي اكثر من وجهي. لكن خوتي منه كانوا زوينين معايا، كانوا ديما يسولوا فيا ويجيو يشوفوني. ومن بعد تزوجت مع ياسين. اول عام كان صعيب ماديا، ولكن كنت فرحانه بزاف حيت اول مره حسيت بالامان. ونهار حملت بنتي كنت كنخاف بزاف، كنت كنقول يا ربي ما نكونش ام بحال ماما. ومنين ولدتها عنقتها وقلت لها بنتي عمرك ما غتبقاي بوحدك. ودابا هي الحمد لله كبرات ولا عندها عامين، وانا حامله مره اخرى وعايشه الحمد لله بخير مع ياسين. عوضني على العذاب والالم اللي داز عليا في الصغر، والحمد لله حتى في الخدمه ديالو ترقى ولا الصالير ديالو مزيان بزاف، ولينا عايشين حتى ماديا مزيان. شرا البقعه وبنينا الدار بالذوق ديالنا وفرشناها بذوقنا، وشارين الحمد لله حتى السياره اللي ماركه مزيانه كنسافروا. مهم ولينا عايشين مرتاحين ماديا ومعنويا. وفي هذا الوقت عاد رجعوا لي والديا، قال لك بغاو يشوفوني. ماما رسلت لي مع الناس بغيت نشوف بنتي، وبابا حتى هو بدا كيتصل. وانا ضحكت بمراره. دابا تفكرتوا باللي عندكم بنت. فين كنتو ملي كنت كنمراض؟ فين كنتو ملي كنت كنلبس حوايج مقطعين؟ فين كنتو ملي كنت كنحسد البنات على حضن ديال امواتهم؟ كنت يتيمة الحيين. انا عندي ام واب، وهذا الجرح ما كيبراش. وكل ليله كنشوف بنتي ناعسه حدايا كنقول الحمد لله اللي عطاني العوض. اما انا مازال ما عرفتش
واش نسامحهم ولا نخليهم يعيشوا بنفس البرودة اللي عشتها طول عمري. وبغيتكم نتوما تعطيوني الآراء ديالكم في التعاليق. غنقرا التعاليق ديالكم كاملين، واش نسمح ليهم ولا كيف ما هما ما كانوش حاسبيني بنتهم تا انا دابا ما نحسبهمش والديا. وكنشكر صاحبة القناة اللي خلات القصة ديالي تدوز، وانا كنشكركم على المتابعة ديالكم، وما تنسونيش من لايك واشتراك وبارطاجيو القناة مع الحباب والصحاب. وغنخلي لكم الرقم ديالي اللي بغى يخلي لي القصة ديالو باش نشاركها مع المتابعين. والى اللقاء.